زي اي حاجه بتطلع ترند، احنا كمان عندنا جرافيك ديزاين ترندز. اول حاجه الاي اي اسيستنت. الاي اي بقت منتشره جدا الفتره الاخيره، فاكيد هتبقى من ترندات السنه، واكيد هيكون ليها وجود سواء هي جزء من شغلك او شغلك كله. تاني حاجه الجلاس افكت، وده ملمس الازاز زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وده حلو انك تستخدمه في منتجات العنايه بالبشره والشعر والكلام ده. ويا سلام لو استخدمت معاه الترند اللي بعده وهو الفايبرنت كولرز، وخصوصا الباربي بينك، الالوان الزاهيه اللي بيكون الساتوريشن فيها عالي. ومن الالوان المنتشره هو الباربي بينك اللي هو لون البينك المميز قوي بتاع باربي. الترند اللي بعده هو الرسم بالبيكسلز واستخدامها عموما كستايل لشغلك، اكيد ده بيكون عايز مود معين، والترند ده كان طالع من فتره ورجع تاني السنه دي. اخر حاجه وهو الكومبوزيشن هيفي ديزاين، ده عباره عن انك بتحط عناصر كتير قوي في الديزاين بس في نفس الوقت ما يكونش زحمه. خلي بالك الستايل ده هيبقى حلو قوي لو انت بترسم رسومات على الستريتور او بتشتغل 3D. كل سنه بيطلع ترندات في التصميم والالوان والستايلات، والترندات دي بتكون عالميه، يعني مش شرط تنفع مع كل الثقافات ولا البلاد، ولا تنفع مع اي طبيعه شغل، بس لازم انت تكون على درايه بيه. قول لي بقى، هتستخدم حاجه من الترندات دي ولا هتفضل تشتغل بالطريقه التقليديه اللي انت متعود عليها؟